يوم 20 أغسطس عام 2020 نادي بازل السويسري يعلن رسميا رحيل المدير الفني السويسري مارسيل كولر عن الفريق بعد ما العقد بتاعه انتهى، والطرفين اتفقوا على عدم التجديد، خاصة ان المدير الفني السويسري اعلن انه ما عندوش اي جديد يقدمه بالنسبة للنادي. نرجع قبلها ب3 سنين وتحديدا في سبتمبر 2017 وبعد رحلة استمرت لمدة 6 سنين الاتحاد النمساوي لكرة القدم يعلن رحيل مارسيل كولر بعد 6 سنين قضاها بيدرب المنتخب النمساوي بعد ما برضه العقد بتاعه انتهى، والراجل قرر ان هو ما يجددش لان رحلته انتهت وما عنديش شيء جديد يقدمه بالنسبه للمنتخب النمساوي. طب نرجع لكام سنه قبلها وتحديدا لعام 2009 وبرضه في اغسطس مع نهايه الموسم مع فريق بوخوم الالماني، النادي اللي بيعلن وقتها اقاله مارسيل كولر بعد نهايه الموسم بسبب تردي بعض النتائج واحتلال الفريق مركز متدني في مركز الدوري. العناوين التاريخيه اللي عرضتها عليك دلوقتي دي بتاكد ان في معظم الاحوال وتحديدا في اخر 3 تجارب من عمر مارسيل كولر التدريبيه بتاكد ان الراجل ما بيرحلش عن الفريق بتاعه في منتصف الموسم، ما بيفتعلش مشاكل في منتصف الموسم عشان يرحل، ما بيتعمدش ان النتائج بتاعه الفريق بتاعه تسوء عشان الاداره بتاعه الفريق بتاعته بتطرده. مدير فني بيحترم نفسه. وبكده اكون جاوبت لك على اهم سؤال انت عايز تعرف اجابته، هو مارسيل كولر نتائجه متراجعه مع النادي الاهلي لان الراجل من الاخر كده بيزهق اداره النادي الاهلي وعايز يمشي؟ طيب ان كنا جاوبنا على اهم سؤال نيجي بقى للسؤال الاهم. طيب طالما الراجل بيحترم تعاقداته ومدرب مشروع، يا سبحان مغير الاحوال، ايه اللي خلى مارسيل كولر من مدرب السنه اللي فاتت حاصد لكل البطولات والسنه دي مدرب النتائج معاه متراجعه وبشكل مخيف لدرجه انها قلق كل جمهور النادي الاهلي على مشوار الفريق معاه؟ ده السؤال اللي هنجاوبك عليه في حلقه النهارده. لكن قبل اي حاجه ندعي لاخواتنا بالرجوع لديارهم سالمين يا رب. استاذنكم الدعاء لامواتنا جميعا، اللهم ارحم ابي. ويلا بينا بدون مقدمات طويله ندخل في التفاصيل على طول. خلاص اتفقنا مارسيل كولر مش عامل اي مشاكل، لكن اكيد في اسباب لازم نقف عليها مخليه النتائج بتنزل بالشكل ده. تعالوا نروح لاول سبب من اول يوم الراجل ده خط فيه رجليه داخل النادي الاهلي. خلي بالك مارسيل كولر كانت اول تجربه تدريبيه ليه في افريقيا وفي الوطن العربي، لكن المهمه دي كانت مسهله بشكل كبير جدا لان الراجل توفر له مجموعه من عناصر النجاح اللي خلته تاقلم بشكل سريع مع النادي الاهلي، واهمها عنصرين يا جماعه: مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، الراجل اللي كان ماسك الفريق بقبضه من حديد لمجموعه من السنين، عارف خبايا الدوري وخبايا التحكيم في الدوري، عارف افريقيا وخبايا التحكيم في افريقيا. عشان كده مارسيل كولر ما كانش شاغل باله باي حاجه غير التركيز مع الفريق وبس، بعيدا كمان عن انه يفرض سيطرته على اي لاعب موجود داخل الفريق. والسبب الثاني والمهم الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله، الدكتور اللي خلى مارسيل كولر مدير فني محظوظ لانه يمكن اول مدير فني من فتره طويله جدا يجي للنادي الاهلي في فتره كان منعدم فيها الاصابات تماما عن النادي الاهلي، ويمكن ما افتكرش لغايه دلوقتي غير اصابه واحده بس لمحمد الشناوي في نهائي دوري ابطال افريقيا اللي اضطرينا نلعب فيها بمصطفى شوبير هنا في القاهره. وكان غريب جدا ان اهم 2 من عوامل نجاح مارسيل كولر مع النادي الاهلي رحلوا بنهايه الموسم لغايه دلوقتي بجدل كبير ومحدش يعرف ايه سبب الرحيل. ان كان ده اول سبب مارسيل كولر ملوش علاقه بيه، تعالوا نروح للسبب الثاني اللي برضه ملوش علاقه بيه، وهو ان احنا كلنا عارفين كجمهور نادي اهلي في مشاكل كبيره جدا في ملف اداره التعاقدات داخل النادي الاهلي. الراجل يا جماعه اللي تولى تدريب النادي الاهلي تقريبا من سبتمبر 2022 لغايه الوقت اللي احنا بنصور فيه الحلقه دلوقتي، لك ان تتخيل ما توفرلوش مهاجم غير في اخر 6 شهور. يعني الراجل تقريبا قعد يدرب النادي الاهلي حوالي 1.5 سنة من غير اي مهاجمين. وزي ما انت شايف كده التقصير اللي حصل في خط الهجوم، قيس على كده خطوط تانية كتيره جدا واهمها خط الدفاع، وبنتكلم عن لعيبه ما زالت موجوده ومستمره داخل النادي الاهلي محدش عارف هي موجوده ليه، زي طاهر محمد طاهر، رامي ربيعه، محمود متولي. ولك ان تتخيل شكل دفاع النادي الاهلي لو الاثنين دول كانوا خرجوا من بدايه الموسم وكان موجود مكانهم مدافعين اكفاء نقدر نعتمد عليها خلال الموسم الحالي. ملف الصفقات ملف مهم جدا وما زال مشكله داخل الفريق. ان كان ده ثاني سبب مارسيل كولر ملوش علاقه بيه، تعال نروح لثالث سبب وبرده ملوش علاقه بيه، سبب يمكن ناس كتير ما بتتكلمش عنه لكني شايفه انه فارق بشكل كبير جدا في خروج الفريق ونجومه بره حاله التركيز بتاعتهم، خاصه في اوقات حاسمه جدا من عمر الموسم. شفنا مشاكل كتيره جدا الموسم اللي فات في موضوع عدد كبير جدا من ملفات التجديد واهمها حسين الشحات، الملف اللي قعدنا نتكلم فيه حوالي 1.5 شهر وبرضه ما اتعلمناش الدرس من الملف ده. والموسم الحالي برضه عندنا مشاكل في التجديدات واهمها على سبيل المثال اللي حصل لغايه دلوقتي محمد هاني، بيرسي تاو اللي فيه اخبار كتيره جدا بتقول ان هو بالفعل وقع على انديه ثانيه، وعلي معلول اللي لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها ما حسمش توقيعه مع النادي الاهلي. اذا في مشاكل المدير الفني ملوش علاقه بيها وادينا له حقه فيها، لكن في النهايه طبعا سببين ومهمين جدا يتحمل مسؤوليتهم كامله. اول سبب هو ان مارسيل كولر مدير فني عنيد، مدير فني صدامي ومشهور بمشاكل كتيره جدا مع اللعيبه اللي كانوا في الفريق بتاعه على مدار سنواته التدريبيه اللي فاتت. لكن على سبيل المثال الحصر داخل النادي الاهلي لك ان تتخيل وعد معايا: ايمن اشرف مشي ونختلف او نتفق على جودته الفنيه، لكن كونه مدافع اشول
فيجوال وبديل لمحمد عبد المنعم افتقدناه بشكل كبير جدا خلال الموسم الحالي. برضو على سبيل المثال للحصر برونو سافيو اللي النادي الاهلي وقت ما تعاقد معاه كمهاجم، مارسيل كولر ما اعتمدش عليه في مركز الهجوم غير في مباراه واحده من اصل 16 مباراه، ودايما كان بيدفع بيه في مراكز تانية بيحاول ان هو يوظفه فيها رغم ان احنا كنا محتاجين مهاجم. في النهايه اللاعب البرازيلي رحل عن النادي الاهلي ومكسر الدنيا دلوقتي في الدوري البوليفي وكوبا ليبرتادوريس البطوله الاكبر على مستوى بطولات امريكا الجنوبيه. على سبيل المثال للحصر محمد ياسر المهاجم الشاب اللي كان المفروض يكون موجود معانا خلال الموسم الحالي، مارسيل كولر ما كانش عايزه داخل الفريق، خرج اعاره للدوري التشيكي ومكسر الدنيا هناك. على سبيل المثال للحصر احمد القندوسي اللي جه قعد معانا نص موسم كامل ما بيقربش ناحيه الملعب وخد فرص قليله جدا، واول لما خرج اعاره كسر الدنيا. ولكن انت تتخيل مثلا لو معانا زي برونو سافيو واحمد القندوسي وسط كم الاصابات اللي احنا عايشينها الموسم الحالي كانت فرقت معانا ازاي. لكن تعالوا بقى للسبب الخامس والاخير واللي ما فيش اي حد من جمهور النادي الاهلي يختلف عليه، وهو ان مارسيل كولر مدير فني عنيد متمسك بافكاره وبقناعاته وبنقطه موقفه من اللعيبه اللي بيحصل ما بينها وما بينه مشاكل على مدار مسيرته التدريبيه مع النادي الاهلي. على سبيل المثال للحصر هنلاقي ان مارسيل كولر من بدايه الموسم الحالي اللي حصل فيه تراجع كبير جدا على مستوى النتائج هو تمسكه ببعض الاسماء اللي محدش عارف ايه جدوى وجودها داخل تشكيل النادي الاهلي لغايه دلوقتي، زي طاهر محمد طاهر اللي بياخد فرص كتيره جدا على مدار الموسم، زي محمد هاني، زي كريم نيدفيد، زي انطوني موديست اللي عامل جدل كبير جدا حتى ما بين الاداره وما بين مارسيل كولر نفسه اللي متمسك بيه ومتمسك لغايه دلوقتي بتجديد عقده خلال الموسم اللي جاي. ان كانت دي اللعيبه المتمسك بيها، تعال نشوف اللعيبه المستبعده سواء من بدايه الموسم بشكل مهمل تماما او لعيبه حصل معاه مشاكل في منتصف الموسم عامله لنا ازمه كبيره جدا في بعض المراكز. من بدايه الموسم عندك احمد عبد القادر، عندك الضاوي كريستو، وهي حلول مهمه جدا في ظل الاصابات المتتاليه اللي حصلت شويه لرضا سليم، حصلت شويه لبيرسي تاو، ودينا شفنا مباراه القمه الاخيره احمد عبد القادر مجرد ما خد الفرصه تالق ازاي. اما اللعيبه اللي حصل معاه مشاكل في منتصف الموسم واحد منهم ربنا نجاه ورجع يلعب مره ثانيه وهو كهربا، واللاعب الثاني اللي خسرانينه بشكل كبير جدا في اي مركز بيجيد فيه وهو اللاعب اكرم توفيق. ان كانت دي 5 اسباب مأثره على مارسيل كولر ومبدله حاله من الموسم اللي فات للموسم الحالي. وهنا قبل ما نختم في سؤال مهم جدا لازم نساله لنفسنا، اداره النادي الاهلي هل هي غلطانه باطلاق ايد المدير الفني في الفريق بشكل كامل؟ خليني اقول لك ان الاداره مدارس، في اداره بيكون فيها المدير بيقدر ان هو كل شويه يبرشط على المدير الفني اعمل كذا ما تعملش كذا، استبعد كذا ما تستبعدش كذا، ودي شفناها كتير في الدوري المصري. في اداره ثانيه زي اداره كابتن محمود الخطيب بتحب دايما تسيب المدير الفني ايديه مطلوقه عشان يكون هو المتحكم والمسؤول الاول والاخير عن نتائج فريق كره القدم. خليني اقول لك ان الاعتدال في كل حاجه مطلوبه، مش شرط ان انت تكون متدخل مع المدير الفني في كل وقت، ومش شرط ان انت تكون سايب ايد المدير الفني يعمل اللي هو عاوزه، لان طبعا في النهايه القرارات الفرديه المستمره اكيد هيكون مجانبها الصواب، واكيد القرارات الجماعيه بتكون اكثر دقه. انت كمان اكتب لي رايك في التعليقات، ايه اهم مشكله من دول، ايه حل المشاكل دي من وجهه نظرك، وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.